بتبتدي قصتنا مع واحد اسمه إريك بروكس، واللي بيكون مشهور باسم بليد. إريك شغال صائد لمصاصين الدماء، وده بسبب إنه زمان وهو لسه في رحم أمه في مصاص دماء عضها، فأصبح إريك نصفه إنسان نصفه مصاص دماء، وبقى قادر على إنه يخرج في النهار زي البشر الطبيعيين. من بعد اللي حصل لأمه قرر إنه يكون صياد مصاصين الدماء. وبعد كده بنشوف إريك وهو في منطقة اسمها يوكوهاما بيكون بيراقب مكان معين، ولكن في الليلة دي بيكون القمر لونه أحمر. بيقول إريك لنفسه القمر النهاردة أحمر زي في الليلة اللي ماتت فيها أمي. وبنشوف فلاش باك في مدينة لندن، وكانت أم إريك ماشية وفجأة بيطلع عليها مصاص الدماء وبيكون معاها سكينة صغيرة فبتجرحه بيها في إيده، لكنه بيشفى بسرعة بسبب قوته. بيبقى متعصب منها وبيضربها وبيوقعها على الأرض وبعدين بيعضها. بعد كده بننتقل للمستشفى والدكاترة بيحاولوا إنقاذ الجنين اللي في بطنها وبينجحوا. بيتولد إريك وبيكون نص بشري ونص مصاص دماء. بعد كده بنرجع للوقت الحالي وبنشوف شخص بيكون محاصر من مصاص الدماء. بيلاقي رجالة أمن بيروح لهم علشان ينقذوه، لكنهم بيطلعوا كلهم مصاصين دماء وبيكون هيموت. لكن في آخر لحظة بيجي إريك وبيخلص عليهم كلهم. بنكتشف إن في نقطة ضعف في مصاصين الدماء، هي الأسلحة اللي معمولة من معدن الفضة الخالص. وبيقتل إريك كل المصاصين إلا واحد بس وبيستجوبه. بنكتشف إن مصاصين الدماء بيستغلوا مكان زي نادي ليلي كده، وبياخدوا الزباين اللي هناك وبيفترسوهم. لكن النادي ده بيكون فوق البوابة بتاعته وفي علامة غريبة. فبيسأل إريك وبيقول له إيه العلامة دي؟ فبيقول له دي علامة existence. وبيعرف إريك كمان إن قائد الجماعة دي من المصاصين الموجودين في المدينة. وبعد كده بنشوف في النادي الليلي ده واحدة اسمها ماكوتو، وبيكون فعلا في عدد من مصاصين الدماء. بيرحب بيها صاحب المكان اللي اسمه رادو وبياخدها وبيقعدوا يتكلموا شوية، ولكن ماكوتو بتغفله وبتضربه ضربة قوية جدا. وبنكتشف إنها هي كمان صيادة مصاصين دماء، وبتبتدي تقتل كل المصاصين اللي هناك واحد ورا التاني باستخدام أسلحتها الفضية. بيجي واحد من مساعديها اللي بيكون أبوها في الحقيقة وبيطلق عليهم رصاصات من الفضة بتقتلهم برضو. وبعد كده بنشوف رادو اللي بيبقى لسه عايش، ولكنه بيتحول تحول غريب قوي، بيبقى شبه المستذئب أكتر من مصاصين الدماء. وبيطلق الأب على رادو، ولكن الطلقات الفضية مش بتعمل له حاجة. بيكونوا مش عارفين يعملوا ايه في الكارثة دي. ولكن على آخر وقت بيقتحم إريك المكان وبيبتدي يتحرك بسرعة رهيبة، وبيقتل كل مصاصين الدماء اللي في طريقه واحد ورا التاني بكل سهولة. بعد كده بيطلب من ماكوتو وأبوها إنهم يهربوا من المكان، وبيقول لهم أنا هتصرف معاه. بيسأل إريك رادو أنت مين الرئيس بتاعك؟ ولكن رادو مش بيقول له. فبيستخدم إريك عليه مهارة القمر المتوحش وبيفلقوا نصين وبيقتله. بعد كده بنشوف ماكوتو وأبوها وهم واقفين بره، ولكن في الوقت ده بيجي عليهم مصاص دماء بيكون هو اللي قتل أم إريك زمان. والأب بيقول مش معقول ده إكزيستنس، وبيطلب الأب من بنته إنها تهرب. بعدها الأب بيهاجم إكزيستنس، ولكنه بيكون قوي قوي وبيتفادى كل الطلقات. بعد كده بيهاجم على الأب وبيعضه. وفي اللحظة دي بيجي إريك وبيجري ورا إكزيستنس وبيقول إكزيستنس أنا اسمي الحقيقي هو ديكن، وكفاية خوف بقى إريك وخليك شجاع زي أمك. وبيكشف عن كف إيده وبيكون لسه في ندبة مكان الضربة بتاعت أم إريك. طبعا إريك أول ما بيشوف الندبة وبيعرف إنه قاتل أمه بيتعصب وبيبقى مش عارف يتمالك نفسه، وبيطلع يجري ورا ديكن علشان يقتله. لكن ديكن بيضرب إريك ضربة قوية جدا وبيلزقه في الحيطة، وبيكون إريك لسه هيقوم. لكن في اللحظة دي بتيجي واحدة ست من وراه وبتضربه على راسه وبتسحب منه عينات دم. بيمشي ديكون هو والست دي ومساعد تالت ليهم. وبنشوف بعد كده ماكوتو اللي أبوها بيفوق، ولكنه بيكون اتحول لمصاص دماء وبيهاجمها. لكن بيجي إريك في آخر ثانية وبينقذها وبيقتل أبوها. طبعا بتبقى متعصبة وبتهجم على إريك، ولكن إريك مش بيهتم وبيسيبها وبيمشي وهي عمالة تبكي. وبعد كده بنشوف عربية شرطة فيها 2 من رجال الشرطة اللي اسمهم ساكوميزو وكيدا، وبيكونوا رايحين يبحثوا في قضية اختفاء كام بنت من نفس المكان. بيقول ساكوميزو لكيدا قضايا الاختفاء زادت قوي آخر فترة والموضوع ابتدى يخرج عن السيطرة. بتكون البنات دي كلهم ساكنين في عمارة واحدة، ولما بيوصلوا عند العمارة ساكوميزو بيشوف إريك فوق سطح واحدة من العماير، ولكنه بيكون بيتحرك بسرعة، فساكوميزو بيعمل نفسه مش شافش حاجة. بعد كده بيبتدي ساكوميزو يبحث في أوض بعضهم، وبيلاقي ساكوميزو هناك صورة البنت ولكن بيخفيها قبل ما كيدا يشوفها. ولما بيجي كيدا بيقول له أنا ما لقيتش أي حاجة، ولكن بيكمل وبيقول إن السكان هنا بيقولوا إن في راجل غريب لونه أسمر وبيلبس معطف أسود، وغالبا بيشوفوه فوق أسطح العمارات بقاله فترة. فبيقرر ساكوميزو إن يبحث عن الشخص ده لأنه شافه، وهنا طبعا بيتكلموا عن إريك.
وبيبتدوا يبحثوا عن إيريك وعن كمان أي دليل عن الناس المفقودة. لكن في نص بحثهم بيجي لهم بلاغ من مركز العمليات عن حالة اقتحام حصلت في واحد من المكاتب القريبة، فبيتحركوا على هناك وبنشوف هناك إيريك واللي بيكون بيستجوب شوية من مصاصين الدماء، وبيروح حادف واحد فيهم من الشباك، فبيروح واقع فوق عربية ساكوميزو. وبيطلع ساكوميزو بسرعة وبيشوف إيريك وهو بيضرب مصاصين الدماء وبيتحرقوا قدامه. بيبقى ساكوميزو مش مصدق عينيه، وبيجي بعد كده إيريك وبيثبت ساكوميزو بالسيف وبينزلوا مع بعض لتحت. بيقول إيريك أنا هاجي معاك اسم الشرطة، وبيكون ساكوميزو مستغرب ولكن مفيش قدامه حل تاني فبياخد إيريك معاه. بيكون ساكوميزو مستغرب وبيقول لإيريك أنت إزاي حرقت كل الناس اللي فوق دول؟ فبيرد عليه إيريك وبيقول له دول مش ناس، دول منهم. فبيكون مستغرب ساكوميزو وبيقول له أنا مش فاهم حاجة. فبيقول إيريك هتفهم كل حاجة في الوقت المناسب. بعد كده لما بيروحوا الاسم ساكوميزو بيعمل نفسه قابض على إيريك وبيدخلوا عند القائد واللي بيكون مصاص دماء وهو وكام واحد من الاسم، وبيكون عندهم الوشم الخاص بإكزيستنس. ولما بيبتدي إيريك يستجوب القائد بيضحك وبيقول له انت مهما كنت قوي مش هتعرف توقفنا، احنا في كل حتة، في الشرطة والياكوزا واي حتة تتخيلها. واللي مش عارف فالياكوزا دي زي المافيا بس فرع في اليابان، وهم اكبر عصابات موجودة هناك، وكان في بعض الاوقات نفوذها كبير جدا في كل حتة في اليابان. المهم نرجع نكمل قصتنا، وبيكون ساكوميزو مش مصدق اللي بيحصل حواليه ده. وبعد ما إيريك بياخد المعلومات اللي هو عايزها من مصاصين الدماء بيتحرك هو وساكوميزو وبيروحوا على مكان موجود تحت الارض. وفي الطريق إيريك بيتكلم مع ساكوميزو، بنكتشف ان إيريك كمان مش بيتأثر بالرصاصات الفضية على عكس مصاصين الدماء العاديين. وبعد كده بيوصلوا للمكان بالفعل، وبتكون ماكوتو هناك وبتتبعهم، واللي بنكتشف انه عبارة عن مزرعة بشر خاصة بإكزيستنس، وبيكون الهدف منها باختصار تجميع الدم من الناس بدل ما هم كل شوية بيصطادوا ناس ويقتلوهم. والموضوع ده يثير الانتباه وكده، لا هم بيخطفوا كام شخص مرة واحدة ويقعدوا يجيبوا منهم دم بقى وهكذا. وبيكون هناك في واحد من المصاصين اسمه تاناكا، بيكون هو المسؤول عن إدارة المكان ده كله. بيبتدي إيريك يسأل تاناكا عن ديكون وبيقول له هو فين، لكن تاناكا بيقول له إنه هو خلاص هرب بره البلد وأنا شوية هكون معاه. وفي الوقت ده بتيجي مجموعة من القطط المتوحشة وبتهجم عليهم، لكن إيريك بيخلص عليهم بالسيف وبرضه بيتحرقوا زي مصاصين الدماء. وتاناكا بيطلع يجري وبيروح إيريك وراه وبيطلب إيريك من ساكوميزو إنه يحرر البنات. وفعلا ساكوميزو بيبتدي يحرر البنات وبيبتدي بالبنت اللي خبى صورتها، لكن بتيجي مجموعة تانية من القطط وبتهاجمه، ولكنه بيكون معاه شوية طلقات فضية بس بيخلصوا. بيكون هيموت، ولكن في آخر لحظة بتيجي ماكوتو وبتنقذ ساكوميزو والبنت المخطوفة. بنروح بعد كده لإيريك واللي بيكون بيواجه تاناكا، ولكن تاناكا فجأة بيتحول وبيكون شكله أشبه بقطة ضخمة وعنده قدرات جبارة. وبيكون سبب قوة تاناكا الكبير إنه من نسل مصاص دماء قوي جدا، وكل نسله عنده قوات شبه تاناكا. بيكون تاناكا متفوق في المعركة وبيرمي تاناكا إيريك في المية، وبيكون تاناكا أقوى في المعارك تحت المية، ولكن إيريك بيعرف يهرب منه وبيطلع فوق حتة حديدة على سطح المية وبيركز في صوت حركة المية، وبيشغل إيريك حركة النصل المتوحش من تاني وبيصيب تاناكا، وبيبتدي تاناكا يتحرق وبيقع في المية. لكن قبل ما يموت بيقول أنا مش هموت لوحدي هنا، وبيشغل قنبلة. في الوقت ده بتيجي ماكوتو وبتلاقي إيريك، لكن الانفجار ساعتها بيحصل، فبيهرب إيريك ورا ماكوتو، والبنات كلهم بيكونوا بخير مع ساكوميزو. بعد كده الشرطة بترجع البنات لأهلها، بيجي كيدا علشان يطمن على ساكوميزو، لكن ساعتها ساكوميزو بيكتشف إن كيدا يبقى مصاص دماء هو كمان لأن عنده وشم إكزيستنس. وبتشوف بعد كده إيريك وهو في مكان اسمه كوبي بيلاقي مصاص دماء تاني وبيقول له فين ديكون، فبيضحك المصاص وبيقول له في الفلبين وبيطلق عليه رصاص. بنكتشف في الحقيقة ان ده مش مصاص دماء، ولكنه يبقى واحد من صيادين مصاص الدماء واسمه نوع، كان بيدرب إيريك زمان، وبيكون نوع عنده شوية حركات شبه بتاعة إيريك. المهم بعد كده بيركبوا مع بعض سفينة اسمها فيكتوريا 2، بيكونوا رايحين الفلبين، وقائد السفينة دي بيكون اسمه ماكلاي. لكن ماكوتو بتتسلل للسفينة وبتحاول انها توصل لإيريك، لكن ساعتها بيجي رجالة ماكلاي عشان يوقفوها، لكن هي بتبقى أقوى منهم، فبيدخل نوع وبيهزمها بسهولة، ولكن في الآخر بيسيبوها في السفينة. بعد كده بنشوف نوع وهو بيحقن إيريك بحقنة، والمفروض انها تبقى مضادة لفيروس معين في جسم إيريك، وبيكون نوع مش عايز يديله الحقنة حاليا لأن جسم إيريك ضعيف، لكن إيريك بيصر على إنه ياخد الحقنة، فمش بيكون قدام نوع حل تاني. بيكون إيريك بعد الحقنة تعبان جدا وبينام، لكن بتتسلل ماكوتو بنت تاني وبتحاول إنها تقتله، لكنه بيصحى وبيصد ضربتها وبيكون شكله مرعب وأقرب لمصاص الدماء، وبيقول لها ابعدي عني فورا. وبيجي نوع في الوقت ده وبياخد ماكوتو بعيد وبيبتدي يتكلم معاها، وبيقول لها نوع إيريك عبارة عن نص بشري ونص مصاص دماء،
فبياخد المصل اللي انت شفتيه ده علشان يفضل محافظ على التحكم في نص مصاص الدماء. بيبتدي يحكي نوع بقى ازاي هو لقى إيريك، وبنرجع في فلاش باك لما كان إيريك لسه صغير وكان بيتمرن وبيحاول يبقى أقوى منه، ولكنه مش مسيطر قوي على نص مصاص الدماء بتاعه، وكان أحيانا بيحتاج إنه يقتل ناس. المهم في يوم سمع صوت واحدة بتصوت، راح لها، كان في مجموعة من مصاصين الدماء حواليها فحاول ينقذها، ولكن هما كانوا أقوى منه بكتير. لكن في الوقت ده جه نوع وقتل مصاصين الدماء، وفي الوقت ده إيريك بيغمى عليه فبيحتجز نوع. بيقعد نوع يتكلم معاه، وإيريك بيقول له إنه عايز يقتل مصاص الدماء أبو 4 أنياب، وهنا طبعا يقصد ديكون. بيعرض نوع على إيريك إنه يديله مصل بيحارب الفيروس اللي جوه جسمه المتسبب في إنه يحوله لمصاص دماء، ولكن نسبة إنه يفشل عالية جدا وممكن يموت بسببه. لكن إيريك مش بيهتم وبياخد المصل، وفعلا بيعاني بسببه شوية، ولكن مع الوقت بيبقى كويس. ومن ساعتها إيريك بيبقى شريك نوع، وبقى نوع بيعلمه كل حاجة هو يعرفها. بعد كده بنرجع للوقت الحاضر من تاني. بيحاول نوع انه يقنع ماكوتو بانها ما تحاولش تقتل إيريك وانه راجل طيب، لكن في الوقت ده بيحصل على السفينة هجوم من الماندراغو، ودول فئة من مصاصين الدماء. الصبح بيكون شكلهم على شكل بلاد جميلة، وبالليل بيتحولوا لكائنات قادرة على الطيران، وبيقعدوا يهاجموا على طاقم السفينة، لكن بيكون معاهم مسدسين فيهم طلقات فضية، وبيقتلوا جزء منهم لكنهم بيكونوا كتار والطلقات بتخلص. في الوقت ده بيطلع إيريك من أوضته وبيكون تعبان وبينقذ ماكوتو، لكنه بيقع من التعب، فقائدة المصاصين اللي اسمها ماتس بتمسكه وبتكون هتهرب بيه، وبتقول له انت مش هتوصل للفلبين حي يا إيريك. لكن في الوقت ده نوع بيحدف لإيريك جزء من المصل وبيحقن ماتس بيه، فبتتعب بشدة، وأتباع ماتس بياخدوها وبيهربوا بيها. لكن في آخر لحظة بتيجي واحدة من المصاصين وبتخطف نوع. بيكون مفيش حل قدام إيريك وماكوتو غير انهم يروحوا للفلبين ويبتدوا يبحثوا عن نوع هناك. بنشوف انهم وصلوا للفلبين، وبيكون قاعد إيريك وبيفتكر شوية ذكريات قديمة ليه. بنعرف انه كان عايش مع ست اسمها كارل، كانت هي اللي بتربيه وصحباتها، وبنكتشف انهم كانوا صحاب لأم إيريك قبل ما تموت، وكان اسمها تارا. دايما كارل كانت في ظهر إيريك وما كانتش مخليه عايز حاجة، وبتشجعه دايما. في يوم من الأيام حصل عملية قتل، وبيشوف إيريك مسرح الجريمة، وبتكون الجثة متغطية لكن في بقعة دم منها بتكون على الأرض. أول ما إيريك بيشوفها بيبتدي يحس بحاجات غريبة، بيبقى مش عارف إيه سببها، وبيطلع يجري، ولكن وسط ما هو بيجري بيعدي جنب حارة ضلمة، وفجأة بيسمع صوت غريب عمال ينده عليه ويقول له تعالى يا إيريك. فبيروح داخل إيريك جوه الحارة الضلمة دي، وبيحاول إنه يتتبع الصوت مع إنه بيبقى مش فاهم إيه اللي بيحصل، وبيلاقي فجأة قدامه جثة لراجل من رجالة الشرطة وهو ممصوص من مصاص الدماء ومرمي على الأرض. فجأة بيحصل انفجار ضخم في مكان جنبه، وبيكون الانفجار في العمارة اللي هو ساكن فيها مع كارول. بيكون كل أصحاب كارول ماتوا، وبيدخل إيريك الشقة وبيلاقي إن كارول نفسها ماتت على يد مصاص الدماء، واللي بنكتشف إنها مش أي مصاص الدماء، لأ دي تبقى أمه. وبيكون مع إيريك خنجر فضي، فبينجح في إنه يطعن بيه أمه، وفي لحظاتها الأخيرة بيرجع لها عقلها البشري وبتودع إيريك، وبعد كده بتتحرق وبتموت. بكده أول مصاص دماء كان إيريك قتله في حياته كانت هي أمه. وبنرجع من تاني للوقت الحاضر، وبنشوف إن إيريك وكمان ماكوتو بيمشوا في المدينة، وهناك بيكون في مجموعة من مصاصين الدماء اللي تبع إكزيستنس بيكونوا بيراقبوهم. بيحس إيريك إن في حاجة غريبة، فبيقرر إنه يرجع من تاني للسفينة مع ماكوتو. بعد كده بنشوف نوع، واللي بيكون لسه عايش بس محتجز من المصاصين. ساعتها بيجي الناس اللي كانت بتتجسس على إيريك وبيبلغوا ماتس باللي هم شافوه، وفي الوقت ده بيقرر إيريك إنه يبتدي الهجوم بتاعه علشان يحرر نوع، وبتيجي ماكوتو تساعده، وبيهاجموا على واحدة من السفن التابعة لماتس وبيقتلوا المصاصين اللي هناك. وماتس بتبقى مش متوقعة الموضوع ده، لأنها كانت فاكرة إن إيريك هيجي على طول على المقر بتاعهم، لكن في الحقيقة لا، مش ده اللي حصل. بتبعت ماتس شوية من المصاصين على هناك علشان يحاولوا يوقفوا إيريك، وفي الوقت ده بتروح ماكوتو على المقر بتاع ماتس، وبتنجح في إنها تهزم الجنود اللي هناك وبتحرر نوع. وبتكون ماتس راحت علشان تحارب إيريك، ولكن المرة دي إيريك كان مستعد لها، وبيستخدم مهارة القمر المتوحش وبيفلقها نصين وبيخلص عليها بكل سهولة المرة دي. بنشوف بعد كده إيريك وهو مع ماكوتو ونوع، وبيكون نوع طبعا مصاب، وبيقول إيريك لنوع رايح انت، أنا هفضل أكمل طريقي ورا ديكن. فبيقول نوع ليه إنه سمع وهو محتجز إن ديكن هنا في قلعة ما، لكن نوع بيحذره وبيقول له ده ممكن يبقى فخ. المهم بيمشي إيريك، نوع بيطلب من ماكوتو إنها تفضل مع إيريك وتساعده، وهي بتوافق وبتاخد معاها كمان الكلب الخاص بنوع. وبنشوف ديكن واللي كان واقف قريب منهم في الوقت ده وقاعد بيتفرج عليهم، وبيقول لنفسه ممكن يكون الموضوع ده كان صعب على ماتس، ولكن أنا لسه مش محتاجة لا ولا أتدخل دلوقتي. بنشوف إيريك وماكوتو بيسافروا لجزيرة جنب الفلبين اسمها جزيرة النار. الجزيرة دي كانت مختلفة عن أي جزيرة تانية، لأن الجزيرة دي تعتبر مش مسكونة، والناس بتخاف منها من زمان قوي، وبيقولوا إن فيها شياطين وسحر وحاجات من دي، فمحدش بيقرب منها.
فبيكون متوقع إيريك إن الجزيرة دي هتكون أفضل مكان يكون هو مقر قيادة ديكن. المهم بعد كده بنشوف المقر الأساسي بتاع جماعة إكزيستنس، وطبعا ديكن بيكون هو الرئيس وقاعد جوه. المكان كله بيكون تحت الحراسة المشددة، لكن فجأة بيدخل واحد واللي بيكون اسمه لوسيوس، بيكون مصاص دماء بيقتل كل الحراسة اللي هناك. بيدخل المكتب بتاع ديكن وبيبتدي يتكلم معاه، وبنكتشف ان لوسيوس ده يبقى واحد من جماعة مصاصين دماء في أوروبا اسمهم النبلاء اللي بيحكموا الليل، ودول بيكونوا مجموعة من مصاصين الدماء أصحاب الدم النقي، فبيكونوا أقوياء جدا، وبيكونوا باعتين تحذير لإكزيستنس وتحديدا ديكن، لأن إكزيستنس عمالة تكبر آخر فترة وهم خايفين من الموضوع ده، بالرغم من إن مجموعتهم في دول أوروبا ومجموعة إكزيستنس في دول آسيا، لكن إكزيستنس بقت قوية جدا في وقت قليل. فمش بيهتم ديكن بالرسالة وبيرميها في بحر الدم اللي حواليه، وبيقول ديكن أنا دلوقتي أقوى مصاص دماء على وجه الأرض، أنا عملت نوع جديد من الدماء اسمه الدم الذهبي وأنا الوحيد اللي أملكه، وده كمان أقوى من الدم النقي اللي عند الحقراء اللي انت منهم، فأنا مش مهتم بصراحة بالتهديد بتاعكم لأنكم مش هتقدروا تلمسوا شعرة واحدة مني. بعد كده بيكون ديكن بياخد لوسيوس لمكان فيه جنين موجود فيه حاجة زي آلة بتخليه يكبر لوحده، وبنكتشف إن الجنين ده يبقى موجود بسبب استنساخ الخلايا بتاع دم إيريك، لكن دم إيريك اللي تاخد منه في المعركة اللي خسرها ما كانش كفاية، وديكن بيكون عايز كمية أكبر. بيكون ديكن بيعمل النسخة دي من إيريك علشان يساعده في مخططاته ويبقى دراعه اليمين. وبنشوف بعد كده إيريك وماكوتو واللي بيكملوا مشي في الجزيرة، وبيلاقوا في السماء وحش طاير الشبه اللي هم كانوا بيقاتلوهم من فترة مع نوح. المهم بعد كده بيهجم عليهم مجموعة من البشر، واللي بنكتشف انهم اسمهم بيردوغو، ودول من سكان الجزيرة الأصليين، وبيكون هدفهم حماية الجزيرة، ولكنهم من فترة بيحاولوا انهم يقتلوا الوحش اللي بيطير في الهواء ده، وبيقولوا انه شغال مع راجل عنده 4 أنياب. فماكوتو بتقول لهم ساعدونا واحنا هنخلص لكم عليهم، ولكن الجماعة دي بتبقى مش مهتمة بمساعدة ماكوتو وإيريك. وبنتعرف على كام واحد من الجماعة وهم لوبيات، واللي بتبقى حاجة كده زي وريثة الحكم في القبيلة، ومعاها 2 محاربين وهم شيمارون وهاجيس. ووسط ماكوتو قاعدة بتتكلم معاهم بيكتشف إيريك مدخل للمكان الخاص بديكن، وأول ما بيدخل إيريك ومعاه ماكوتو المكان بيبتدي جرس الإنذار في كل حتة إنه يضرب، وفي شوية وحوش بتهاجم على إيريك لكنه بيخلص عليهم بكل سهولة. في الوقت ده بيكون ديكن بيفصل الجهاز اللي متوصل بالجنين، وبيقرر إنه ياخد عينة تاني من دم إيريك وبعدين يمشي. وبيكون لوسيوس عنده فضول ديكن هيعمل ايه، فبيقرر انه ما يحاربوش الان. بعد كده بنشوف إيريك واللي بيوصل لديكن، وبيكونوا واقفين عند طيارة هليكوبتر، وبتبتدي معركة ما بينهم، لكن ديكن بيكون قوي بشكل جبار وبيصيب إيريك إصابات بليغة وبيرميه على الأرض. بعد كده بياخد شوية من دمه تاني وبيركب الطيارة وبيمشي. فجأة أول ما ديكن بيمشي بيطلع من تحت الأرض الوحش الطاير الكبير، وبيكون حجمه كبير قوي، وبتيجي جماعة بيردوغو واللي بيكونوا بيتتبعوا إيريك وبيحاولوا قتل الوحش، لكن الوحش بينجح في إصابة شيمارون، وبياخد شيمارون وبياخد هاجيس معاه، وبيكون هيضرب لوبيات ضربة قاتلة لكن بيصدها إيريك وبيتصاب هو، وبيرجعوا كلهم على الأرض بتاعت قبيلة بيردوغو وبيستعدوا مع بعض لقتال الوحش. لكن قبل ما يستعدوا بيكون الوحش جالهم أصلا، ولكن إيريك بيعمل خطة سريعة وبيخلوا ماكوتو تعمل الوحش، وبتطلع تجري في الغابة والوحش بينقض عليها، لكن إيريك بيكون مستعد وبيهاجم الوحش هو ولوبيات والكلب وماكوتو، وبيكون الوحش قاسم نفسه نصين وكل مجموعة منهم بتحارب جزء. لكن في الوقت ده بيجي كمان شيمارون وهاجيس واللي بيكونوا تحولوا لوحوش، ولوبيات بتستعين بقوة الأرض السحرية وبتقتلهم. بعد كده إيريك كمان بيشحن سيفه بقوة الأرض السحرية وبيستعد لقتل الوحش، وبيكون إيريك طاير في الهواء وبيعمل الوحش شاورما حرفيا وبيقطعه ل100 حتة. وأول ما إيريك بيخلص على نص الوحش اللي طاير في الهواء، النص التاني اللي على الأرض هو كمان بيموت. بنشوف إن لوبيات اتصابت في المعركة وبتيجي أختها تاخدها علشان تعالجها، وبعد كل ده بيكون لوسيوس واقف بعيد وبيتفرج على المعركة الطاحنة دي، وبيقول أنا فهمت دلوقتي ليه ديكن عايز يستفاد بقوة إيريك. بعد كده بنشوف إيريك اللي بيكون متعصب وبيشده وبيقول لنفسه أنا هفضل أبحث عن ديكن وهقتله حتى لو الموضوع ده كلفني حياتي، بس لازم أحط حد للمعاناة اللي هو عاملها للبشر دي. وبعد كده بيقعد إيريك مع ماكوتو وبيشوفوا ممكن يكون ديكن راح فين، لكن في الوقت ده بيجي لهم خفاش، وده بيكون عبارة عن طريقة من طرق مصاصين الدماء اللي بيبعتوا بيها الرسائل، وبيكون مبعوث من لوسيوس وبيقول لهم ان ديكن موجود في جزيرة من جزر دولة اندونيسيا، وبيكون مفيش حل تاني قدامهم غير انهم يروحوا هناك. فعلا لما بيروحوا بيلاقوا بعض المناجم واللي عليها شعار منظمة ديكن، وكمان بيقابلهم هناك شخص غريب اسمه آغوس بيقول لهم انا عارف انكم صيادين مصاصين دماء وواضح عليكم، وانا اسمي آغوس من قبيلة باتاك وعايز مساعدتكم.
وبيوديهم على البيت بتاعه وبيبتدي يشرح لهم اللي حصل، وبيقول لهم انه يبقى عمدة القبيلة، لكن من فترة جت قوات ديكون واخدوا الناس بتوعه وشغلوهم في المناجم بتاعة الفضة. فبيستغرب ديكون من الموضوع وبيقول له غريب ان الفضة بتأذيهم. فبيقول اجوس انا معرفش، بس انا محتاج اوريك حاجة. وبيروح فاتح تابوت غريب وبيكون جواه 6 عايمة في المية. بيكمل اجوس كلامه وبيقول دي تبقى مراتي، اتخطفت منهم وحولوها لمصاص دماء وانا قدرت ارجعها. لكن في الوقت ده بيتعصب إريك وبيكون لسه هيقتلها، لكن اجوس بيوقفه وبيقول له بص، وبيفتح بق مراته وبيكون مفيش انياب مصاصين الدماء. وبيبتدي اجوس يشرح وبيقول الميه اللي هي عايمه فيها دي انا قدرت اخترع منها علاج بيعالج مصاصين الدماء مع الوقت. وطبعا إريك بيبقى مش بيصدق الكلام ده وبيقول انا سمعت بما فيه الكفايه، وبيمشي وبيكون قاعد عند نهر كده، وده النهر اللي المفروض اجوس بيجيب منه الميه الغريبه دي. وبيقول إريك لنفسه مستحيل يكون كلام الراجل ده صح، لانه لو صح ده معناه اني قتلت امي وقتلت ابو ماكوتو على الفاضي، وكان ممكن نرجعهم بشر. في الوقت ده بيجي لوسيوس بيتكلم مع إريك، لكن إريك بيكون واخد حذره من لوسيوس بشده وبيدخلوا في معركه، لكن محدش منهم بيصيب التاني لحد ما بتيجي ماكوتو ومعاها الكلب لمساعده إريك. وبيهرب لوسيوس في الوقت ده لان الشمس بتكون قربت تشرق. وبعد كده بيروح إريك ومعاه ماكوتو وبيتكلموا شويه عن الكلام اللي اجوس بيقوله وكده، ولكن الاتنين بيكونوا مش مصدقينه. وبتشوف بعد كده في بيت اجوس ان مراته هربت من التابوت، وبيروح إريك ومعاه ماكوتو علشان ينقذوا الناس من المنجم وبيبتدوا في خطتهم، لكن اجوس بيوقفهم وبيقول لهم مراته هربت وانها اكيد هنا. وفي الوقت ده فعلا مراته بتطلع وبيقرب منها اجوس وبيكون فاكرها بقت بشريه، ولكنها بتكون لسه مصاصه دماء وبتعضه وبيقتلها إريك. وبنكتشف ان في عدد كبير من الستات بقوا مصاصين دماء وشكلهم غريب وبيقدروا انهم يغيروا في شكل جسمهم. بيبتدي إريك يقتل شويه منهم وبيدخل جوه المنجم علشان يدور على ديكون، وماكوتو بتكون قاعده بتحمي العمال وبتقتل بقيه مصاصين الدماء، لكن اجوس بيطلب منها انها تاخده هو وكل العمال على الشاطئ قبل ما يتحول ويبقى مصاص دماء. وفعلا بتعمل كده، وبيروح اجوس محول كل الميه لمياه مسحوره ويقتل كل الستات اللي اتحولوا هناك، وبعدين هو بيموت محروق بسبب الميه. وبيقول لماكوتو تاخد شويه من الميه دي علشان ممكن تفيدها. وبعد كده بنشوف إريك واللي بيقابل جوه واحد اسمه سولانين، واللي بيكون رئيس المناجم دي، وبيكون عنده قوة جبارة لأنه بيكون على شكل فار وبيقدر إنه يحول جسمه لفئران صغيرة. وسيف إريك بيكون مش شغال عليه، وبيكون إريك هيخسر المعركة لحد ما بينجح إريك في إنه يفجر أجزاء من جسم سولانين، وبعد كده بيقطعه بسيفه وبيخلص عليه. بعد كده بيرجع يتقابل مع ماكوتو تاني وبيقول لها احنا دلوقتي هنروح لمكان مرعب البشر فيه مش بيخافوا من مصاصين الدماء. فبتقول له ماكوتو انا مش مهتمه، انا معاك وهفضل وراك لحد ما نخلص مهمتنا. بتشوف بعد كده انهم سافروا لجزيره اسمها مادربور، واللي بتبقى حسب كلام إريك هي اخطر جزيره موجوده في العالم. الناس هناك مش بتخاف من حد ولا من مصاصين الدماء حتى، ومفيش ولا شرطه ولا جيش ولا اي حاجه غير العصابات. اول ما بيوصلوا بيكون نوع باعت لهم طرد، بيفتحوا إريك واللي بيكون كله اسلحه فضيه، ولكن في الوقت ده فجاه بتيجي شويه عصابات وبتحاول القضاء على إريك وماكوتو، ولكن ماكوتو وإريك بيقدروا انهم يصدوهم، وبيجي كمان شخص ثالث يساعدهم واللي بيبقى لوجان. ايوه لوجان وولفرين ابو مخالب حبيبنا ده. واللي ما يعرفش فشخصيه إريك او المشهور ببليد ده شخصيه من شخصيات مارفل المشهوره، وكان نزل له كام فيلم زمان وهيتعمل له المفروض فيلم قريب جديد مشهور جدا في القصص المصوره بتاعت مارفل، لكن ممكن يكون في ناس كتير مش عارفينه بسبب انه لسه ما ظهرش في العالم السينمائي الى الان، الا ظهور بسيط كده في احد الافلام مش هقول لكم عليه علشان الحرق. وقصه الانمي ده المفروض انها في واحده من عوالم مارفل المتوازيه، يعني ممكن مثلا قصه بليد في القصص المصوره تبقى غير اللي احنا بنحكيها، غير اللي هتنزل في فيلم عالم مارفل السينمائي. لوجان طبعا شخصية من شخصيات عالم مارفل، فاحنا الشركة بتحط لنا شخصيات مشهورة مع بعض كده في قصص علشان تخلي الجماهير تتحمس وكده زي ما حصل دلوقتي. يعني محدش كان متوقع ظهور لوجان اصلا. المهم نكمل قصتنا. بيتقابل إريك مع لوجان وبيكونوا عارفين بعض من زمان لانهم خلصوا مهمات كتير سوا، وماكوتو بتتعرف على لوجان، وبنعرف ان لوجان جه الجزيره دي لانه بيبحث عن منظمه اجراميه. بنكتشف ان على الجزيره دي مصنع اسلحه بيصنع رصاص اسلحه من الفضه وبيكون شغال لحساب ديكون، وبيجي واحد من مساعدين ديكون وبيدي قائد المصنع ده مخلوق صغير في علبه وبيقول له ده مصاص دماء قوي، لما يقرب منك إريك ابقى اديله شويه من دمك وهو هيصحى ويتصرف مع إريك لانه قوي جدا. بنرجع من تاني لإريك ولوجان وماكوتو اللي بيكونوا مجتمعين، وبيعرف إريك من لوجان مكان المصنع، وبيقول إريك أنا عارف هم ليه عاملين مصنع للطلقات الفضية، لأن احتمال تحصل حرب بين جماعة ديكون وجماعة الدم النقي.
وده سبب انهم بيعملوا رصاصات فضية مع انها بتأذي مصاصين الدماء لانهم هيستخدموها ضد اعدائهم من مصاصين الدماء. في الوقت ده بنشوف قائد المصنع وهو معاه المصاص الصغير اللي الناس اللي تبع ديكن اداهوله، وفعلا بيحط عليه قطرات دم. فبيبتدي المصاص ده يكبر ويكبر، وبعد كده بيبتدي ينقسم ويبقى اكتر من واحد، وبيروحوا يهاجموا على المكان اللي فيه إريك. ولكن إريك ولوجان بيتصدوا ليهم، وفي نفس الوقت بيكون لوسيوس راح للشخص اللي شغال مع ديكون وبتقوم بينهم معركة. وبنعرف ان المصاص اللي تبع ديكون اسمه مصاص الدماء المعدني لانه بيقدر يحول جسمه كله لمعدن صلب. وبيقول المصاص المعدني انا مفيش اي حاجة تقدر انها تخترق جسمي. فبيضحك لوسيوس وبيروح مقرب منه بسرعة البرق وبيطلع سيف معاه من ايده وبيقطعه نصين. بعد كده بيروح لوسيوس لمخزن الرصاص الفضي وبيروح حرقه. بنشوف بعد كده إريك واللي بيكون قدام قائد المصنع، وبيكون إريك مش عايز يقتله لانه بشري. وبنكتشف ان قائد المصنع متفق مع ديكون انه يساعده في مقابل ان ديكون هيديله الخلود الابدي، ولما يبقى قائد المصنع خالد هيبقى قادر على السيطرة على الجزيرة كلها لوحده. لكن إريك بيحاول يخليه ما يعملش الخطة اللي في دماغه، وبيقول له ان مصاصين الدماء مخادعين واشرار ومش هيدوك حاجة. وفي وسط ما هما بيتكلموا بيشوفوا الانفجار بتاع المخزن، وبيتعصب قائد المصنع بشدة بسبب اللي حصل، وبيكون فاكر ان إريك اللي عمله. كمان في اللحظة دي بيجي لوسيوس للمكان اللي هم واقفين فيه وبيطعن قائد المصنع وبيقول لإريك انا محتاج اقتلك، ما ينفعش اخليك عايش اكتر من كده. وبتبتدي بينهم معركة وبيكون لوسيوس متفوق فيها. لكن في اخر لحظة بيجي لوجان، ولما لوجان بيتعاون مع إريك بيقدروا انهم يخلصوا على لوسيوس ويقتلوه. لوسيوس قبل ما يموت بيقول لإريك انت بمجرد ما قتلتني فتحت عليك باب حرب مش هتعرف تخرج منه حي. بعد كده بنشوف قائد المصنع اللي كان لسه عايش بيحاول انه يقتل إريك لكنه بيموت قبل ما يحاول اصلا. بعد كده لوجان بيودع إريك قبل ما يسيب الجزيرة، وبيقول له خلي بالك لان ديكن استأجر متحول عنده قدرات شبه قدراتي. وبيودعوا بعض، وإريك وماكوتو بيسيبوا الجزيرة دي. وبنشوف اجتماع لأكبر الناس في قبيلة مصاص الدماء اللي دمهم صافي واللي كان لوسيوس منهم. كانوا بيشوفوا هيعملوا ايه بعد موت لوسيوس، وبيقرروا انهم لازم يوقفوا إريك لانه قوي جدا وممكن يعطل مصالحهم في المستقبل، وكمان علشان ينتقموا لموت لوسيوس ويبقى إريك عبرة لأي حد يقرر انه يقف قدام جماعتهم تاني. وبرضه قرروا انهم من اللازم يستعدوا كويس لديكن وجماعته لانه مش شخص سهل. بيقول قائد المجموعة احنا اقوياء وعايشين من مئات السنين على وجه الارض، ومش مجرد شخص حقير زي ده هيقدر يوقفنا. بعد كده بنروح لفيتنام. بيكون في واحد من الجنود اللي هناك في الحرب نايم، ولكن بتجيله كوابيس بسبب اللي شافه في الحرب من ساعة ما ابتدت، وبيصحى من النوم في الليل. وفي نفس الوقت ده بنشوف إريك وكمان معاه ماكوتو اللي بيكونوا مصابين، لكن ماكوتو بتكون مصابة بشدة. بنعرف انهم دخلوا في حرب ضد نينجا، ولكن في الاخر انتهت باصابتهم هما الاثنين. بيكونوا هما راحوا لفيتنام اصلا بسبب المعلومات اللي لوجان قالها لما اتقابلوا في الجزيرة. وبيقرر إريك انه يروح يواجه النينجا لوحده ويخلي ماكوتو لوحدها علشان هي طول ما هي جنبه هتتصاب اكتر. بيديها الخنجر المميز بتاعه اللي موجود معاه من وهو صغير، وبيقول لها خلي بالك من نفسك، وبيروح هو علشان يكمل معركته. فعلا بنشوف ان النينجا بيبتدوا يلفوا حوالين إريك وبيهاجموه، ولكن بيكتشف ان النينجا دول مش بشر عاديين، دول مصاصين دماء. ولما إريك بيقتلهم بيحترقوا زي مصاصين الدماء لما بيموتوا بأسلحة الفضة. بعد كده بيجي واحد منهم بيكون شكله مختلف وبيواجه إريك، لكنه بيكون قوي جدا وبيصيب إريك يا دوب مش بيعرف غير انه يكسر الطاقية اللي هو كان لابسها. ولما إريك بيدرك انه مش هيقدر يكمل المعركة بيطلع يجري من المكان، وساعتها بنشوف وش النينجا اللي هو كان بيحاربه وبيكون عارف إريك. بعد كده بنشوف إريك مقيد وقدامه الجندي اللي احنا شفناه واللي بنعرف ان اسمه ستان. بيكون ستان لقى إريك مغمى عليه ومصاب في الغابة فأخده، وبيكون ستان عارف ان إريك صياد مصاصي دماء، وبنعرف كمان ان ستان يبقى مصاص دماء ولكنه مختلف شوية. وبيبتدي ستان يحكي قصته وبيقول في بداية حرب أمريكا وفيتنام اتخذت أنا وكم واحد من صحابي واتعمل علينا مشروع اسمه مشروع في. المشروع ده كان هدفه تحويل الناس دول لمصاصين دماء بحيث يبقوا أقوياء ويساعدوا الجيش الأمريكي في الحرب، واتزرع جوه أدمغتهم شرايح علشان ما يحاولوش انهم يخرجوا عن اوامر الجيش. ولكن مع الوقت والحرب بقت اصعب قررت الجامعة دي التمرن وشالوا الشرايح من دماغهم وراحوا للمكان اللي كان فيه الناس اللي بتتحكم فيهم. ولكن هنا كانت الصدمة ان كل الناس اللي كانوا هناك اختفوا، وكل الدلائل عن مشروع في تم تدميرها. فأمريكا أعلنوا ستان وكل أصحابه على إنهم مفقودين في الحرب وعمر ما حد رجع علشان ينقذهم. ومع الوقت معنويات الناس اللي مع ستان بقت قليلة قوي بسبب اللي حصل، وقرروا إنهم ينتحروا واحد ورا التاني. بقوا يخرجوا في ضوء الشمس وينتحروا لحد ما كلهم انتحروا، ولم يتبقى أحد إلا ستان بس من الجماعة دي على قيد الحياة. بنرجع للوقت الحاضر وستان بيقرر تحرير إريك وبيقول له أنا آخر مصاص دماء من الجامعة دي، ولو عايز تقتلني اقتلني، أنا مجرد شخص مثير للشفقة بسرق أكياس الدم من القرى المجاورة علشان أعيش وما أقتلش حد.
ولكن في اللحظة دي فجأة بيتم رمي عليهم قنابل والمكان كله بينفجر. بنكتشف ان اللي عمل كده يبقى الشخص اللي كان بيحارب إيريك هو وأتباع من النينجا بيكون اسمه ميكاجي. بنكتشف ان ميكاجي كان زميل إيريك في الدراسة والاتنين كانوا بيتعلموا عند نفس المعلم. ميكاجي بيبقى متحول وعنده نفس قدرة لوجان وهي الشفاء وبيطلع سيف من كف ايده، وميكاجي بيكون شغال مع ديكون وهدفه هو قتل إيريك وانه يجند ستان ويبقى ستان واحد من فريق ديكون لانه مصاص دماء قوي. لكن طبعا ستان بيرفض وبيقول له انا مش هبقى شغال عند حد تاني، انا افضل الموت. وساعتها بتقوم معركة بين إيريك وميكاجي وبين ستان ورجالة ميكاجي، وبتكون معركة شرسة وبنشوف فيها مهارات ستان غير العادية في القتال، ولكن عدد النينجا بيكون كبير قوي فبيهرب منهم ستان. وساعتها ميكاجي بيكون مراقب ستان أثناء معركته مع إيريك وبيسيب إيريك وبيقول له أخلص على ستان الأول واجيلك، وفعلا بيطلع يجري ورا ستان. بيجي إيريك وراهم وبيكون ميكاجي هيقتل إيريك، لكن في آخر لحظة بيجي ستان وبيروح طاعن ميكاجي في رقبته، ولكن بسبب قدرته على الشفاء بيتشفي بسهولة. وبيروح طاعن ستان في صدره بسيف فضة وبيموت ستان. لكن قبل ما يموت بيوصي إيريك على إنه ياخد القلادات بتاعت كل واحد من فريقه ويوديها للوطن عند أهل كل واحد فيهم ويحكي لهم اللي حصل علشان يعرفوا اللي حصل لأولادهم. وبعد كده بتكمل المعركة بين إيريك وميكاجي من تاني، وبنشوف المعركة القاتلة اللي بين إيريك وميكاجي، وبيكون دايما الوضع منتهي بالتعادل وبيستخدموا ضد بعض مهارة النصل الأول القمر المتوحش في نفس الوقت ومحدش بيصيب التاني، وكمان بيستخدموا مهارة النصل التاني وبيقعدوا يصدوا في ضربات بعض وبس. والمعركة بتكون صعبة على الطرفين. وفي الوقت ده بنشوف فلاش باك من الماضي أيام ما كان إيريك وميكاجي تلاميذ عند نفس المعلم وبيكونوا بيتعلموا منه فنون السيف، وبيكون غالبا ميكاجي هو الأقوى من إيريك واللي بيكسبه دايما، لحد ما بيجي يوم المعلم بيقرر يعلمهم فنون السيف المخفية واللي بيكونوا 3، وبيقول لهم أنا هعلمكم فنين والفن الثالث لازم تتقنوه لوحدكم، أنا مش هعرف أساعدكم فيه. وفعلا بيعلمهم الاتنين. وبعد كده بنشوف إيريك واللي بيكون خلص تعليمه وبيودع المعلم وبيكون هيمشي، لكن بيجي ميكاجي وبيكون متعصب وبيقول لإيريك لازم نتحارب قبل ما تمشي ونعرف مين فينا أقوى من التاني علشان أنا مش هرضى بالنتيجة بتاعت آخر قتال بينا. وفي الآخر القتال بينتهي بفوز إيريك. بيكون ميكاجي عايز إيريك يقتله لأنه شايفه ضعيف، لكن إيريك بيرفض وبيمشي. وبنشوف بعد كده إن القتال بيكمل بين ميكاجي وإيريك في الوقت الحاضر، ولكن فجأة بتحصل حاجة غير متوقعة وهي دخول شخص ثالث للقتال، واللي بيكون في الأول إيريك فاكره واحدة من أتباع ميكاجي، لكن بعد ما الشخص ده بيشيل القناع بنكتشف إن المعلم بتاعهم وبيكونوا مش مصدقين اللي هم شايفينه. بيكون إيريك حاسس إن المعلم في حاجة غلط فيه، وساعتها المعلم بيضحك وبيقول من الواضح إني مش هعرف أخبي عليك يا إيريك. بنكتشف إن المعلم اتحول وبقى مصاص دماء، وبيبتدي المعلم يحكي القصة بتاعته بعد ما خلص تمرين إيريك وميكاجي وبقى لوحده. المرض اشتد عليه وكان خلاص هيموت، ولكن قبل ما يموت كان عنده هدف وهو إنه ينتقم من أحد مصاصي الدماء واللي كان بينهم حرب. بيروح فعلا المعلم علشان ينتقم من مصاص الدماء ده واللي بنكتشف إنه ديكون، وبتحصل معركة بين المعلم وديكون، ولكن ديكون بيكون معاه أتباع كتير وبيتكاتروا على المعلم. المعلم بيكون تعبان ومش قادر إنه يحارب كويس، فبيمسكوا ديكون وبيحولوا المصاص دماء وبيقول له أنت من دلوقتي هتبقى واحد من الأتباع بتوعي، وأنا عايزك تحارب إيريك وتخلص عليه لأنه بيعطلني. بنرجع تاني للوقت الحاضر وبتقوم معركة بين المعلم وإيريك وميكاجي، ولكن المعلم بينجح في ضرب ميكاجي وبيخليه يفقد الوعي، والمعركة بتبقى بين المعلم وإيريك بس. بتبقى معركة طاحنة، لكن المعلم بيكون أقوى بسبب مهاراته الفريدة وكمان بسبب إنه بقى مصاص دماء ورجع أقوى من الأول. وبيستخدم المعلم مهارة النصل الأول والتاني على إيريك، وإيريك بيتصاب منهم شوية ولكنه بيفضل قادر على إنه يكمل القتال لحد ما بيتعصب المعلم وبيستخدم مهارة النصل الثالث القمر المضرب، وساعتها بيطعن المعلم إيريك بالسيف في كتفه، ولكن إيريك بيطلع السيف من جسمه وبيستخدم مهارة النصل الثالث القمر المضرب برضه، وبنكتشف إنه اتعلمها، وبيروح مثبت المعلم بالسيف باستخدام المهارة دي في الشجرة، وبيستخدم خنجر فضي وبيقتله بيه. وقبل ما يموت المعلم وهو بيحترق بيقول لإيريك وميكاجي انتوا مصدر فخر كبير ليا، انا بسببكم رجعت انسان تاني وانا اتشرف بتدريبكم. وفي الوقت ده بنشوف ماكوتو واللي بتكون بتهرب زي ما إيريك طلب منها، لكنها بتشوف طيارة جاية على مكان إيريك فبترجع على هناك من تاني، وبنشوف ان الطيارة وصلت لمكان إيريك وبيكون فيها ديكون وشوية من رجالته. بيروح ديكون ضارب إيريك وبياخده في الطيارة،
الطيارة. وبيتكلم ديكون مع ميكاجي وبيقول له أنا خلاص استغنيت عنك، مالكش لازمة دلوقتي، وبيركب الطيارة وبيمشي. بتيجي ماكوتو في الوقت ده وبتبقى مش عارفة إيريك هيروح على فين، فبيقول لها ميكاجي غالبا على القاعدة بتاعتهم اللي في كامبوديا، وبتبقى عايزة ماكوتو تروح وراه، ولكن ميكاجي بيحذرها، فبتقول له أنا مش مهتمة، أنا هروح واساعده حتى لو كان ده معناه موتي. وبيفكر ميكاجي في اللي حصل وبيقول أنا هخليك تندم يا ديكون على اللي عملته في معلمي وفي إيريك. بنشوف بعد كده إيريك واللي بيكون محبوس ومقيد في واحد من معامل ديكون، وبيفوق إيريك بعد فترة وبيدخل عليه ديكون وبيقول له أخيرا فقت، وبيبتدوا يتكلموا. بنكتشف إن كل أنواع مصاصين الدماء الغريبة اللي كان إيريك بيحاربهم دول كان ديكون هو اللي معدلهم بطريقة أو بأخرى ومخليهم بالأشكال الغريبة دي. المهم بقى بيتعصب إيريك وبيقول أنت لو عملت مليون مصاص دماء وبمليون شكل أنا هقتلهم كلهم وبعدين هقتلك أنت يا حقير. لكن في الوقت ده ديكون بيقول لإيريك يمكن أنت مش متوقع اللي أنا هقوله لك دلوقتي، لكن أنا عايز أنتقم من كل مصاصي الدماء العايشين ومش عايز واحد منهم يفضل عايش. بنشوف فلاش باك من حياة ديكون السابقة وبنكتشف إن ديكون كان إنسان عادي زي أي حد وكان شغال عالم. كان عنده ابن اسمه أدجر وكانت مراته ميتة، وابنه أدجر ده دخل كلية العلوم قسم أحياء وفضل يدرس ويعمل أبحاث وكان عايز يبقى عالم زي أبوه لحد ما اتخرج وكان أحسن واحد في دفعته. ولكن في يوم من الأيام وديكون راجع من الشغل بيفتح البيت بيلاقي أدجر مرمي على الأرض وميت، ولكن بيكون اللي قتله مصاص دماء وبتكون آثار أسنانه موجودة على رقبة أدجر. بيحاول ديكون إنه يجيب حق ابنه عن طريق القانون، لكن الشرطة بتقول له ده في ناس دخلت تسرق البيت وهم اللي قتلوا ابنك، وشهود العيان معرفوش يحددوا شكل الشخص كان عامل إزاي. فبيتعصب عليهم ديكون وبيقول لهم لا ده مش حرامي، ده مخلوق غريب وعض ابني وده سبب موته، ما تقولوش حرامي ده عبث. فما حدش من الشرطة بيساعده وبيقفلوا المحضر على كده. وبيقرر ديكون انه يجيب حق ابنه أدجر بنفسه وبيقعد يعمل ابحاث عن ايه المخلوقات اللي ممكن تقتل شخص بالطريقة دي، وبيكتشف انهم مصاصي الدماء. وبيجيب كل الأدلة اللي ممكن الشرطة تحتاجها وبيروح يوديها للشرطة، لكن الشرطة مش بتهتم وبيقولوا خلاص المحضر اتقفل ومش هيتفتح تاني. وبيكون من الواضح ان رجال الشرطة هناك شغالين مع مصاصي الدماء، وحتى ممكن يكونوا هم اصلا مصاصي الدماء. بيكون كل الناس اللي في المدينة بيقولوا على ديكون انه مجنون وفاكر ان مصاصين الدماء حقيقيين، وكل يوم بيروح الاسم وفي الاخر على ما فيش، لحد ما بيقرر ديكون انه خلاص مش هيستنى حد يجيب له حق ابنه وهو اللي هيجيبه بنفسه، وبيروح يبتدي ينفذ خطته وبيبتدي يبحث عن مصاص الدماء في كل اماكن العالم، لحد ما في مرة بيستأجر 2 من صيادي مصاص الدماء وبيروحوا المنطقة تلجية وبيمسكوا مصاص دماء هناك. ديكون بياخد منه عينة دم وبيكون مفهم الصيادين انه بيستخدم العينة دي في ابحاث عن علاج فيروس اللي متسبب في وجود حاجة زي مصاصين الدماء اصلا، ولكن ديكون كان بيخدعهم، واول ما بياخد الدم بيعمل عليه تجربة بسيطة وبيروح حائن بيه 2 الصيادين وبيبتدوا يتحولوا لمصاصي دماء، ولكن مش عاديين، دول بيكونوا معدلين. فأول واحد منهم بيكون مش قادر يستحمل القوة الجبارة دي وبيروح متحول لرماد، التاني بيستحمل شوية ولكن بعدها بيموت وبيكون مجرد جثة بس مش بيتحول لرماد. بيقعد ديكون يراقب اللي بيحصل ويشوف ايه الحاجات اللي ممكن يضيفها على التركيبة بتاعته بحيث الناس اللي تتحول تفضل عايشة بعد كده، وبيفضل ديكون يعمل أبحاث لحد ما بيوصل لأحسن حاجة ممكنة وبيحقن نفسه بالتركيبة اللي عملها وبيتحول لمصاص دماء. وبين ساعتها ابتدى يعمل المنظمة بتاعته ويجند ناس بقى وكده، وكل ده في سبيل انه يخلص على مصاص الدماء. وايوه عايز يقتل مصاصين الدماء، فيا ترى يعمل ايه؟ يروح محول نفسه لمصاص دماء ويزود عدد مصاصين الدماء ويخليهم اقوى. دماغ متكلفة قوي والله. الله عليك يا ديكون، قول لي على نوع الصنف يا ابني الله يبارك لك. المهم خلينا نكمل قصتنا. بنرجع بقى للوقت الحاضر، وبعد ما ديكون بيخلص قصته إيريك بيقول له انت عبيط صح؟ يعني علشان انتقامك التافه ده قتلت كل الناس دول صح؟ فبيقول له ديكون انا مش مهتم، المهم ان احقق هدفي وده الطريق اللي انا اخترته لنفسي ومفيش حل تاني. بعد كده إيريك بيسأل ديكون عن سبب قتله لأمه، فبيقول له ديكون انا ما كانش فيه سبب واضح عندي بس كنت عطشان شويه. طبعا إيريك في الوقت ده بيكون بيولع، وبيكون ده هدف ديكون انه عايز إيريك يتعصب ويوصل لاقصى قوه عنده. في الوقت ده بيحصل اختراق امني للمكان اللي هم فيه وبيكون من ماكوتو، وبيستغل ديكون الفرصه علشان يخلي إيريك يولع اكتر، وبيكون عايز يقبض عليها، لكن ماكوتو بتبتدي تعرف تتعامل مع كل مصاص الدماء واحد ورا التاني لحد ما بيجي لها مصاصين دماء على شكل اسود وبيكونوا اقوياء جدا لكنها بتخلص منهم. بعد كده بتروح رايحه المكان إيريك، وبيكون إيريك تعبان ومش قادر يتحرك بسبب اللي بيعمله ديكون فيه، ولكن بيكون ديكون واقف في الظل ورا ماكوتو وبيروح عضدها
واول ما بيشوف إيريك كده بيتعصب بشدة، وساعتها المكنة اللي هو متوصل بيها بتشتغل وبتبتدي تسحب دمه كله، وبتسحب كميات كبيرة منه وبتكون هتصفيه. لكن في آخر لحظة ماكوتو بتقوم وبتروح قطع الأحبال اللي بتمتص دم إيريك قبل ما يتصفى بشكل كامل، وبيجي ديكن وبيكون هيقتلها وهي بتحاول إنها تقاوم ولكنها بتبقى ضعيفة جدا. وفجأة بيجي في دخول أسطوري نوح، بيبتدي يطلق نيران على ديكن. والله وحشني الراجل العجوز الطيب ده. بيبتدي نوح يطلق نيران على ديكن، لكن ديكن بيكون سريع جدا وبيعرف إنه ياخد شوية من دماء إيريك وبيهرب. بيكون نوح عامل حسابه وحاطط متفجرات في كل مكان من المبنى، وبيبتدي نور الشمس يدخل من كل مكان. ولما ديكن بيلاقي إن كده خربانة بيروح يطلع يجري في الشمس لحد ما بيطلع الطيارة بتاعته وبيهرب من المكان ده. بنشوف بعد كده إيريك واللي بيكون ماسك ماكوتو في آخر لحظة قبل ما تتحول، وبتقول له أنت أحسن حد أنا اشتغلت معاه، وبترجع له الخنجر بتاعه وبتقول له يقتلني قبل ما تحول. بيبقى إيريك مش مصدق اللي بيحصل وبيقتلها، وهو بيقول لها إنها أحسن حد اشتغل معاه. بنشوف إيريك لأول مرة وهو بيبكي على حد. بعد كده بنروح لمكان اسمه مدينة مصاصي الدماء، واللي بيكون مقر ديكن وجماعته الأساسي. بيكون مكان مرعب جدا وفي مزارع بشر لإنتاج الدم بكميات مرعبة ومختبرات وحاجات كتير، وعدد مصاصي الدماء هناك بالآلاف حرفيا. بنشوف ديكن اللي بيقدر إنه يخلط بين دم ودم إيريك علشان يعمل نوع دم أقوى، وبيحقن بيه مجموعة من مصاصي الدماء اللي تحت التجارب علشان يطلع نوع من مصاصين الدماء اللي محدش هيقدر يقف ضده. وبنرجع تاني لإيريك واللي بيدفن ماكوتو، وكمان بيدي المية السحرية اللي كانت مع ماكوتو اللي أخدتها من زعيم القرية لنوح علشان يحللها ويحاول يعمل منها كميات. وبيعرفوا مكان ديكن وإنه في مدينة مصاص الدماء وبيتحركوا على هناك. في الوقت ده بنشوف إن تجارب ديكن نجحت، وكمان حصل هجوم على المدينة من مصاصين الدماء ذو الدم النقي، وبتبقى معركة شرسة بينهم وبين أتباع ديكن بأشكالهم المختلفة. لكن في الوقت ده بيظهر إيريك، وأول ما الكل بيشوفوه بيبطلوا قتال مع بعض، والكل بيحاول يقتل إيريك، لكنه بيقدر يخلص على أي حد في وشه بسيفه، وكمان بياخد سلاح من أسلحة ماكوتو علشان يخلد ذكراها. وبيجي كمان ميكاجي وبيساعد إيريك وبيقول له كمل انت وروح لديكن واقتله وسيب لي الوحوش اللي بره. كمان بيكون نوع بره في المدينة لكن في مكان بعيد، وبيبتدي انه يفجر اماكن مهمة في المدينة. وبيبتدي إيريك يتحرك وبيوصل لغرفة العرش بتاع ديكن، وبيكون عايز يقتله، لكن ديكن بيعرض عليه لآخر مرة انه يكون واحد من رجالته، لكن طبعا إيريك بيرفض. فبيروح ديكن مطلع عليه الوحوش اللي معمولة من خليط من دم إيريك ودم ديكن، وبيهاجموا على إيريك. بيهرب ديكن في الوقت ده من إيريك، وبنرجع لنوع اللي بيكون عايز يفجر أكبر خزان دم في المدينة، وده لو حصل ساعتها المدينة هتقف خالص. لكن بيجي واحد من مصاصين الدماء الطايرين وبيوقع المتفجرات من إيد نوع وبيكون هيقتله، لكن كلب نوع بينقذه وبيدخل في معركة مع الطائر. بنشوف معركة جبارة بين ميكاجي ومصاص دماء ضخمة عنده 7 رؤوس، وبيكون ميكاجي المنتصر. بنرجع تاني لنوع اللي بيعرف يكسر جزء من الخزان وبيفضي فيه المية السحرية، وبالتالي كل الدم بيتحول للمياه السحرية دي. بنشوف إيريك واللي بيكون بيحاول انه يهرب من الوحوش اللي بتحاول تقتله ولكنهم بيصيبوه، بس إيريك بيستغل الفرصة وبيضربهم ال3 بسيفه الفضي، بس بما انهم فيهم جزء من دم إيريك وهو مش بيتأثر في الفضة فمش بيموتوا. بنروح بعد كده لديكن اللي بيبتدي يحقن نفسه بشوية من دم إيريك وبيبقى أقوى من الأول، وبيكون في الوقت ده الوحوش اللي عند إيريك بعد ما اتصابت جددت نفسها ولكنها بقت بتطير ولونها أحمر وبتطلع سيوف من إيديها وليلة كبيرة قوي سعادتك. بنروح للكلب بتاع نوا واللي بينجح في انه ينزل الوحش الطاير في الخزان بتاع الدم اللي بقى ميه سحريه، وبسبب وجوده هناك بيحصل انفجار والميه السحريه بتنتشر في المدينه كلها ومعظم المصاصين بيموتوا. وبنرجع لإيريك من تاني اللي بيقدر انه يكسر جزء من الحاجز اللي بيكون فوق المدينه وبيمنع وصول ضوء الشمس ليها. في نفس الوقت ميكاجي بيقتل الوحش الضخم وهو بيموت، بيدمر بقيه الحاجز وبتبقى المدينه كلها معرضه للشمس، لكن الوحوش اللي ضد إيريك مش بتتاثر بالشمس، لحد ما بيظهر ديكن وبيبتدي يتكلم مع إيريك وبيعصبه اكتر وبيقول له صحيح ايه اللي حصل للبت اللي معاك؟ اوعى تقول لي قتلتها، مش معقوله يا إيريك قتلت امك وشريكتك كمان، انت المفروض صياد مصاصين دماء وبتحمي البشر صح؟ وبيقعد ديكن بيستفز في إيريك لدرجه ان إيريك بيتعصب وبيجز على اسنانه لحد ما بيكسر اجزاء منها، وبينفعل وبيحارب الوحوش وبيقدر انه يقتل 2 منهم بالسيف الفضي، لان مناعتهم ضد الفضه بتبقى لسه مش احسن حاجه، كانوا محتاجين بس ضربه اقوى من الاولى. وبيفضل واحد وبيقول ديكن الوحوش دي طلعت من غير فايده، بس انا عارف انا هستفيد منها ازاي. وبيروح ديكن قاطع الوحش نصين وبيشرب دمه وبيبتدي يتحول ويبقى جبار وقوته مهوله، وبيقدر اخيرا انه يقف في الشمس. وبتحصل معركه بين ديكن وإيريك، لكن ديكن بيكون قوي قوي وبيمسح بلاط المكان بإيريك لحد ما إيريك بيعرف يقف على رجليه، وبيضرب ديكن ضربه قويه جدا بالسيف بتطلع طاقه مهوله، ولكن ديكن بيصدها بضربه تانية بتطلع طاقه مهوله، فبيحصل بسببه انفجار ضخم
فبيحاول إيريك إنه يصد الانفجار بسيفه، ولكن السيف بيتكسر، وبيستغل إيريك الفرصة وديكون مشتت وبيضربه بقبضة اليد الفضية بتاعت ماكوتو. وبعد كده بيطعن ديكون بالحجر الصغير اللي كان معاه من زمان واللي بنعرف إنه كان بتاع أمه، وبيكون ديكون زيه زي المخلوقات اللي عملها مش مضاد قوي للفضة، فبيبتدي يتحرق، ولكن بيقع ديكون وإيريك من السطح بتاع القلعة وبيفضلوا في معركة في الهواء لحد ما ديكون بيحترق وبيموت في الهواء، والقلعة بتاعت ديكون بتتكسر وبتقع فوق إيريك. وبنشوف بعد كده انهم انقذوا كل الناس اللي موجودين في مزرعة الدم وبيكونوا مش لاقيين إيريك، لحد ما فجأة بيظهر وبيكون نوا مش مصدق نفسه وفرحان، وبيقول نوا لإيريك يا ترى انت خلاص هتطلع معاش ولا لسه مكمل؟ فبيقول له إيريك طول ما في مصاصين دماء بيقتلوا ناس أبرياء أنا هفضل أصطادهم. بكده بينتهي الأنمي بتاعنا. سلام.